بتبدأ القصة في مملكة صينية قديمة، وبيكون النهاردة عيد ميلاد بنت الإمبراطور، والحكام بيجوا من كل الممالك المجاورة علشان يقدموا الهدايا الفاخرة للأميرة الصغيرة. وبيتضح إن الإمبراطور شخص صارم جدا وعنده طموح إنه يكبر الإمبراطورية بتاعته أكتر وأكتر. تدخل الأميرة الصغيرة تيراندود، وبنعرف إن أمها ماتت وهي بتولدها، علشان كده الإمبراطور دايما بيهتم بيها وبيخاف عليها جدا. وبيبقى من ضمن الجنرالات اللي بيبقى واثق فيهم الإمبراطور جنرال اسمه بويان، واللي بيكون مسؤول عن توسيع الخريطة واحتلال المزيد من الأراضي. وبنشوف مملكة بعيدة عن المكان ده بتكون في عيلة مالكة عايشة حياتها في سلام ورخاء، والمملكة دي بتمتلك 3 أساور سحرية وغامضة، والملك بيلبس واحدة ومراته واحدة، وآخر واحدة بتكون مع ابنهم الأمير كالا، لأن ما ينفعش ال3 أساور يتجمعوا في إيد واحدة، وإلا ساعتها هتطلع قوة غامضة وشريرة. وبيتدرب كالا الصغير مع المعلم بتاعه الخبير تشو على المبارزة والقتال، وفي يوم من الأيام بيهجم عليهم أتباع الإمبراطور بدون مقدمات، وبيبدأوا يدمروا كل حاجة بتيجي قدامهم وبيخلصوا على الحراس، وتحصل معركة كبيرة جدا وشرسة بين الكل، لحد ما بيدخل باقي الجيش لغرفة العرش، وبيلاقوا الكل ميت حتى الملك والملكة. وساعتها بيشوفوا جنبهم ال3 أساور وهما ما يعرفوش بيعملوا ايه بالظبط. وبنرجع مرة تانية لعيد ميلاد تراندوت، وابوها بيدخل معاها لغرفة الهدايا علشان تفتحها، واثناء ما بتشوف الهدايا اللي جات لها بتلاقي صندوق فيه ال3 أساور السحرية، فبتلبس 2 وبتكون عايزة تدي الأخيرة لأبوها، لكن الإمبراطور بيرفض وبيلبسها ال3 أساور في إيد واحدة. وساعتها بتحصل حاجة غريبة قدام الكل، والأساور بتمسك جامد في إيد الأميرة الصغيرة، وبيحاولوا كل الموجودين يقلعوها الأساور لكن بيفشلوا. ولما بتبص تيراندوت حواليها بتتصدم إن الألوان بتتشال من عيونها وشايفة كل حاجة بالأبيض والأسود. وكمان لما أبوها بيقرب بتشوفه بشكل غريب وبتفقد الوعي. وفي الوقت ده بيوصل تشوهو مع الأمير الصغير كالا، وده طبعا بعد المعركة الكبيرة اللي حصلت في المملكة بتاعته، فقرر يجي يستقر هنا. وبيتضح إن تشو متجوز وعنده بنت صغيرة اسمها لوير، بس أمها ماتت من المرض أثناء غياب تشو. أما الإمبراطور فبيقلب الدنيا علشان يعرف ايه اللي حصل لبنته، هو بيفهم ان الاساور دي لعنه وفي 3 الغاز لازم يتحلوا علشان الاساور تتشال من ايديها. بس المشكله ان ده مش هيحصل الا لما الاميره تتم 15 سنه، وساعتها اي حد هيتقدم علشان يتجوزها لازم يجاوب على اللغز الاول، والمشكله الحقيقيه انه لو جاوب غلط لازم يموت. وهيستمر الثوار في امتصاص قلب الاميره ويحولها لقاسيه وقلبها بارد، وعند سن ال 18 ممكن تموت من الجنون. وبنروح لجالا وهو قاعد مع الوير وبيشوفوا الالعاب الناريه اللي طالعه من القصر الامبراطوري احتفالا بعيد ميلاد تراندوت، اللي ما بتكونش مبسوطه لانها مش قادره حتى تشوف الوان الالعاب الناريه دي. وبتمر السنين وبيكبر كالا وبيبقى بيحب الالعاب الناريه جدا ونفسه يتعلمها، لكن لوير كالعاده بتفضل ترخم عليه، وبتقرر تاخده توريه مكان خاص بالامبراطوريه، وبيصنعوا هناك العاب ناريه مذهله، وبيدخلوا المكان من غير ما حد يشوفهم، وبينبهر كالا بشكل الالعاب الناريه اللي بيشوفها. وفجاه الحراس بياخدوا بالهم منه وبيطلعوا يجروا وراه، فبيهرب بسرعه هو ولوير من كهف ما يعرفوش بيودي على فين. وفي الوقت ده بيدخل الجنرال بويان لتيراندوت وبيعرفها انه هيعلمها المبارزه، لكن الاميره ما بتكونش حابه الموضوع، خصوصا لما بتمسك سيفه وبتلاقيه واقف فاضي عايزها تهاجمه، فبتتحرك ناحيته بسرعه غريبه جدا علشان يتضح ان الاساور ادت لها قدرات فريده من نوعها، وبتكون سريعه لدرجه ان بويان ما بيلحقش يحدد مكانها، فبيمسك خشبه وبيفضل يقول لها على اخطاء بتعملها في المبارزه، فبتغضب الاميره وبتخرج بره القصر. وبالصدفه الكهف اللي دخله كالا بيطلع على بحيره القصر، وبيشوف القتال اللي بيحصل بين بويان وتيراندوت. واول ما بويان بيطير منها السيف وبيمسكها بيفكر كالا انه بيتهجم عليها وبينزل يبارز، وبيبان ان كالا مبارز ممتاز وبيتحرك كويس، لكن بويان الخبير بيقدر يوقعه في النهايه وبيبقى هيخلص عليه. ساعتها بتحط تيراندوت ايديها بالاساور قدام السيف، والمفاجاه ان السيف بيتكسر، فبيأمر بويان الحراس انهم يتخلصوا من لوير وكالا، لكن الاميره بترفض وبتقرر تخلي كالا يتدرب معاها ومش بتهتم قوي بلوير. وساعتها بيفرح كالا لانه عايز يعرف اكتر عن الاميره الغامضه، وفعلا بيروح لها تاني يوم علشان يتدرب معاها، فبتقرر تخليه حارس ملكي علشان يدخل ويخرج من غير ما حد يزعجه. وبيبداوا يتدربوا مع بعض فعلا، وبيعرف كالا انها مش بتشوف اي الوان خالص وعلى طول حزينه وقاسيه. بيحصل تناغم كبير بين الاتنين في التدريبات، وبيقول لها كالا انه في يوم من الايام هيكون سيد الالعاب الناريه في العالم كله. وفجاه اثناء التدريب بيلمس كالا الاساور بالغلط وبيحس بحاجه غريبه، بتعرفوا تيراندوت انها اللعنه الاكبر في حياته. وفي الوقت ده بنكتشف ان الجنرال بويان بيستخدم كاهن غامض علشان يمده بقوه سحريه كبيره، لكنه بيفشل للمره الثالثه، وده بيعصب بويان جدا. فبيقولوا الكاهن انه لو قدر يتجوز الاميره تيراندوت هيقدر يحكم الامبراطوريه كلها بسهوله. وفي نفس اليوم بالليل بيقرر كالا يروح يزور الاميره، وبيتصدم انها مربوطه في خيوط كتير جدا، فبتزعق معاه لانها طلبت
طلبت منه ما يجيش بالليل ابدا، لكن كالا ما بيهتمش بكلامها وبيفكها بسرعه، وساعتها بيتصدم ان الاساور مسيطره عليها بشكل كبير وعيونها بتتغير، وعلشان كده ما كانتش حابه كالا يشوفها بالشكل ده. ما بتقدرش تسيطر على نفسها وبتهاجم كالا بمنتهى القوه، لكنه بيقدر يهديها في اخر لحظه، وهنا بتطلب منه انه يمشي وما يرجعش تاني ابدا. وتاني يوم بيوصل الامير من مملكه تانيه، وبتكون الاميره بتلعب بالخيوط بتاعتها بشكل فريد من نوعه، لحد ما بيدخل عليها ابوها وبيعرفها بموضوع الامير اللي وصل، وبيقولها انه هيحاول يجاوب على الالغاز علشان يتجوزها. وهنا بيتضح ان في اكتر من شخص مات وهو بيحاول يجاوب على الالغاز وفشل. وبنروح لكالا والوير وهم بيتمشوا في السوق في اثناء مرور الامير، وبيقدم لها كالا دبوس للشعر مقابل انها ما تعملش مشاكل ولا تسرق حاجه، لكنها مش بتهتم وبتسرق الخنجر بتاع الامير والذهب اللي معاه كمان. فبيتدخل كالا في اللحظه المناسبه وبيرجع له حاجته وبيعتذر له، فبيحترمه الامير جدا بسبب اللي عمله، وبيتمشى معاه شويه لحد ما بيدخلوا كهف الالعاب الناريه، وبيوري له كالا انه بيحاول يتعلم على قد ما يقدر، وبيتفق الاتنين انهم يكونوا اخوات بالدم علشان الامير يرد له الجميل. بعدها بيروح الامير علشان يقابل تيراندوت، لكن الصدمه انه بيكون جاي يموتها علشان اتسببت في موت واحد من قرايبه قبل كده. وهنا الاميره بتستخدم خيوطها بشكل مميز وبتقدر تسيطر عليه، ولانه وقع على عقد الالغاز بياخدوه لوسط المدينه وهو مربوط علشان يجاوب والا هيموت. ولما بيشوفوا كالا بيقرر انه يجاوب على اللغز الاول، ورغم رفض الامبراطور الا انه بيوافق لما الشعب بيشجع كالا. والوير بتتضايق جدا لانه بيخاطر بحياته، وبتقف الاميره بعدها قدام كالا وبتحاول تمنعه علشان ما يموتش، لكنه بيصدمها انه عايز يخلصها من اللعنه دي ومش عايز يشوفها بتصاب بالجنون كمان كام سنه. فبتحط ايدها على الاساور ساعتها وبتقول له اللغز الاول. فبيحاول كالا يركز بكل طاقته علشان يعرف يجاوب، وبيبدا يشوف ذكريات من حياته وهو صغير، وبيشوف الملك والملكه امه بعد الهجوم اللي حصل عليهم. والملك بيطلب من مراته تاخد كالا وتمشي، لكنها بترفض وبتطلب منه يستخدم الاساور، برغم ان الملك عارف بموضوع اللعنه الا انه بيقرر يلبس الثلاث اساور مع بعض علشان يحاول ينقذ المملكه. وعلى طول بتتحول عيون الملك وبيحس بالقوه، وبيمسك السيف بتاعه وبيبدا يخلص على رجاله العدو واحد ورا التاني بمنتهى الشراسه. وللاسف بيخلص الوقت الخاص باللغز الاول، وما بيقدرش كالا انه يجاوب عليه. فبيقولوا الكاهن بما انه ما قدرش يجاوب في الوقت المسموح بيه فبالشكل ده فشل ولازم يموت. وبيتم تجهيز كالا علشان يخلصوا عليه تحت انظار الناس كلها. فبيركز مره تانية علشان يحاول يجاوب على اللغز لحد ما بيفهم ان الاجابه هي الامل. وفعلا الاجابه بتطلع صح، بتتكسر واحده من الاساور في ايد تيراندوت، وبتضرب الالعاب الناريه في السماء علشان تعرف الكل بالموضوع وبتلحقه من الموت في اللحظه الاخيره. وهنا بيفرح الامبراطور جدا باللي حصل، لكن بيان بيحاول يكره الامبراطور في كالا وبيقول له انه من نسل غير معروف. فبيصدمه الامبراطور انه هيحوله لحاكم عظيم لكل حكام الارض. وهنا بيغضب بويان اكتر واكتر، وبيطلب من الحارس ان بكره في اللغز التاني سواء كالا حل اللغز او لا بلاش يضرب الالعاب الناريه. وفي الوقت ده بيكون تشو متضايق من كالا لانه بيخاطر بحياته، وانه حتى لو حل اللغز مش هينفع يتجوز تيراندوت، لكنه ما بيرضاش يقول له عن السبب وبيعرض عليه انهم يسيبوا المملكه ويهربوا. بس طبعا كالا بيرفض وبيكون عايز ينقذها باي طريقه. وتاني يوم بتوقف الاميره قدام الكل وبتقول اللغز التاني لكالا، فبيركز كالا علشان يحاول يجاوب عليه، وبيرجع يشوف ذكريات من اللي حصل لعيلته. وبيتضح ان الاساور سيطرت على ابوه الملك لدرجه انه بقى يشوف الكل عدو ليه. وساعتها الملكه طلبت من تشو انه ياخد كالا ويهرب لان الملك خلاص اتجنن ومش هيعرفوا يسيطروا عليه. وللاسف الملك بيروح وبيصيب الملكه تحت انظار كالا، واول ما دمها بيجي على ايده بيكتشف الملك المصيبه اللي عملها، وبيرمي السيف من ايده وهو مش مصدق انه خلص على مراته. وهنا بيفتح كالا عينيه والوقت بيكون خلص وما قدرش يوصل لحل اللغز. بتتضايق تيراندوت علشان مش عايزاه يموت وبتحاول تكسر الاساور لكنها بتفشل، وبيتم ربط كالا قدام الكل. فبيفكر كالا مره تانية في اللغز، وبيرجع يشوف ابوه وهو متعصب جدا، وبيقرر يصحح المصيبه اللي هو عملها. وبيفهم كالا ان اجابه اللغز التاني هو الدم. وفعلا بتتكسر الاسوره التانية في ايد تيراندوت، وبتطلب من الخدم انهم يشغلوا الالعاب الناريه بسرعه. لكن المشكله ان مجموعه من المقنعين بيعترضوا طريقهم، وده بسبب اوامر بويان طبعا. فبيحاول شو يدافع عن كالا وبيقول ان السما بتمطر وممكن الالعاب الناريه ما اتضربتش علشان كده. فبيتعصب بويان وبينزل يقاتل شو بكل قوته، وبتحصل معركه كبيره قدام الكل. وبتحاول لوير بكل طاقتها تنقذ كالا، لكن عدد الحراس بيكون كبير وبيسيطروا عليهم. وبيقرر بويان يحدف كالا بالسيف ويخلص عليه، لكن تيراندوت بتوصل في الوقت المناسب وبتعترض طريق السيف، وبتعرف الكل انه جاوب بشكل صحيح. بعدها بيكون كالا فهم حكايته كلها بعد ما تشو خبى عليه حقيقته طول السنين اللي فاتت. فبيتصدم تشو انه اخيرا افتكر اللي حصل لهم. اما بويان بيكون متضايق جدا وعلى اخره، وعايز يعرف ايه حكايه كالا باي شكل من الاشكال. وبيجي واحد من الحراس يديله قطعه من
من الاسوره المكسوره. وتاني يوم بيتفاجئ كالا والوير وهما ماشيين ان في ناس بتجري وراهم، فبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا المكان وبتظهر تيراندوت ومعاها الحراس وبتعترض طريقهم. وبتتفاجئ ان كالا بيحاول يهرب من المملكه، فبتوقفه علشان تفهم منه ايه اللي بيحصل، وبيكون متضايق منها لان اهله ماتوا بسبب هجوم بويان واتباع الامبراطور. وهنا بيقرروا هما الاتنين يدخلوا في القتال قدام بعض، ولو كالا كسب هتسيبه يمشي للابد. ومن اللحظه الاولى بتقدر توقعه وتسيطر عليه، وبتقوله على اللغز الاخير علشان يجاوب. فبيعتذر لها كالا وبيقول لها انه مش هيقدر يعمل كده، وبيقرب السيف بتاعها وبيقول لها ان لعنتها الوحيده كانت القسوه والبرود، وبيقع بعدها على الارض قدامها. ساعتها بتتصدم تيراندوت ان السوار الاخير بيتحرك وبيتكسر فعلا. وهنا بترجع الرؤيه الملونه للاميره لاول مره من سنين طويله، وقبل ما تفرح بالموضوع بتروح تطمن على كالا، وبيتصدموا ان قلبه في الناحيه اليمين مش الناحيه الشمال، وبسبب كده قدر ينجو. ساعتها بيفهم بويان انه من العيله المالكه اللي دمروها قبل كده، لان كلهم قلبهم على اليمين. وبتقعد الاميره جنب كالا وهي مبسوطه انه لسه عايش، وبتشوف لون عيونه لاول مره. بس كالا بيكون متضايق وبيبعد عنها، فبتقوله ان ابوها قرر يعمل هدنه مع الممالك القريبه منهم، لكن كالا ما بيكونش مهتم، وبيقول لها ان الاهم بالنسبه ليه انه عرف هو مين كويس. فبتعرفه ان بكره عيد ميلادها ال18 وابوها الملك هيعمل حفله خطوبه ليها. فبيقول لها كالا انه لازم الاول تعرف هو مين، ولو ما قدرتش تعرف مش هيتم الجواز. ولما بيعرف الامبراطور باللي حصل بيطلب من الحراس يعملوا اعلانات في كل حته ويكتشفوا حقيقه كالا بسرعه. وفي الوقت ده بيكون بويان جمع 3 قطع من ال3 اساور اللي اتدمروا، وبيديهم للكاهن علشان يستخدمهم في السحر ويمدوا بالقوه اللي بيحلم بيها. وفعلا المره دي بتنجح العمليه، وبيمتلك بويان قوه خارقه حرفيا، لدرجه انه لما بيحاول يصيب نفسه الجرح بيلم في ثانيه واحده. فبيقرر ساعتها يموت الكاهن علشان محدش يعرف بسره، وبيروح بعدها يقابل تشو، وبيتضح ان الاتنين كانوا بيتدربوا مع نفس المعلم، لكن تم طرده بسبب عنف ووحشيه. وبتروح لويرا علشان تتكلم مع تيراندوت وتعرفها كل حاجه. بعدها بيقرر بويان يهجم على كالا واللي معاه، لانه عرف حقيقته انه من مملكه معاديه ليهم. فبتقف الاميره وبتدافع عنه، بس كالا بيكون غضبان لان بويان اتسبب في موت عيلته. ورغم كده بتحاول تيراندوت انها تنقذ كالا من الموت، وبتوافق على طلب بويان للجواز منها في مقابل انه يسيب كالا عايش. وتاني يوم بيجيبوا كالا قدام الامبراطور، وبتطلع تيراندوت قدام المجلس وبتكتشف الحقيقه الصدمه. بيتضح ان الكاهن لسه عايش وبيحكي كل حاجه عملها الجنرال بويان، وانه هجم على مملكه كالا بدون اي داعي وموت واحد من اتباعه علشان يثبت ان جماعه كالا همجيين. ساعتها بيعترف بويان باللي عمله وبيقرر يقلب على الامبراطور، لكن كالا بيكون مجهز العاب ناريه مكان المتفجرات بتاعه بويان. وبتحصل معركه شرسه بين الكل، وبيكون بويان صعب اختراقه تماما. وبتفضل المعركه مستمره لحد ما بيدخل كالا وتيراندوت كهف الالعاب الناريه ووراهم بويان. وبتفهم تيراندوت ان الحل الوحيد للقضاء عليه هو الدم، وبتبتدي تهجم عليه، فبيضربها ضربه قويه لدرجه ان الدم بيقع عليه. وبيجري كالا وبيصيبه في نفس المنطقه، وساعتها بس بيتحرق بويان تماما وبيموت. وبيروح كالا بعدها لتيراندوت علشان يلحقها، اللي بتعترف له بحبها الكبير ليه. وفي النهايه بيعيشوا هما الاتنين في سعاده بعد ما تخلصوا من كل الشر اللي موجود في المملكه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، اشتركوا في القناه واكتبوا لنا في التعليقات عن اي افلام او مسلسلات حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.